نلعب لعبه حلوه مع حضرتك. الهاشتاج بتاعنا هو القمه مع ملوك التحليل، هتلاقوه دلوقتي على تويتر. خلاص اكتبوا الهاشتاج ده. سين سؤال: القمه من وجهه نظركم شايفين التشكيل بتاع الاهلي ايه والتشكيل بتاع الزمالك ايه؟ ماشي كده، ونسال بقى ملوك التحليل في الاول ونخش في انا اصلا كنت عايز اسالك انت الاول التويتات بتاعت النهارده دي ما فهمتش اللي هي ايه ده؟ زحليقه في مراجيح، كانت في مراجيح. نشغل الشغل ماشي، هترجع تقول لي وارجع اقول، بس نشغل الشغل ماشي عشان الناس تخش معانا. يلا بينا. يلا، تشكيله الاهلي ايه؟ طبعا تشكيله الاهلي هي اللي مش واضحه قوي قياسا بالزمالك. يعني الزمالك هي تقريبا خناقه واحده اللي ممكن تكون موجوده، شيكو بامزا وادم كايد. باستثناء كده تشكيله الزمالك، لان القايمه اصلا فيها محددات كتير يعني، فهي تشكيله هتكون واضحه جدا. بينما تشكيله الاهلي هي اللي مش واضحه لسبب مهم جدا، ان الفترات اللي فاتت دي كان فيها تغيرات عنيفه كتير جدا، والمدربين بتحاول تغير التشكيل وتغير الخطه وتغير كل حاجه. بس هو اللي حصل في الماتشات اللي فاتت مع كابتن عماد النحاس وقبله ريبيرو تحديدا، حتى ماتش بيراميدز وطالع فيهم عنوان مهم قوي بالنسبه لي قبل تشكيله الاهلي، ان في حاجتين لو حصلوا في الماتش فاصلا ما تكلمنيش في تشكيل مش هتفرق. ايه بقى؟ الحاجه الاولانيه المساحات بتاعت اللعب، الشكل بتاع الفرقه، المساحات الكبيره قوي اللي كانت ظاهره دي، والنقطه الثانيه الضربات الثابته. الحاجتين دول لو مش مظبوطين ما تكلمنيش اصلا في تشكيل، مش هتفرق والله. طبعا، لان هو كده كده مساحات اللعب الواسعه دي بتخلي كل لعيب بيغني في وادي عليه 2 3، فبالتالي بتخلي الفرقه مش مظبطه، فبتبقى الموضوع كله مش تشكيل. تبقى المساله في الاساس ان خلاص سهل اي حد يرقصك في الحاله اللي انت فيها دي. وبتصعب مهمه الدفاع وبتصعب مهمه الهجوم، وبتبقى كل حاجه بايظه. فدي حاجه. الحاجه الثانيه الضربات الثابته. الضربات الثابته دي مثلا على سبيل المثال 2 في انبي، 1 في سيراميكا، 2 في بيراميدز، 1 في المحله، دول الحاجات اللي اتاخدت من دفاع الاهلي في منطقه جزاء وضربات ثابته. يعني مش بس ضربه ثابته اتلعبت عليك، ده اتاخدت منك في منطقه جزائك وعملت عليك هجمه خطره. ده رقم مرعب. فانت لو جايب ديفيد بيكام وينج يمين ورونالدينيو وينج شمال ومش هتدافع في الضربات الثابته، هيخش فيك جون او 2، فيبقى ما عملناش حاجه. هتجيب 4 5. عاجبني وجهه النظر دي. ما تكلمنيش عن تشكيل لو مش هتعمل الثوابت. بالظبط كده، الثوابت بتاعت الكوره والثوابت بتاعت الكرات الثابته يعني. بالظبط كده بالظبط كده. لان مثلا برضو القصه بتاعت اللي مش كومباكت كانت ظاهره في حاجه غريبه قوي. ضربات التماس. انت متخيل رميات التماس اللي على الاهلي بقت كلها خطر؟ بمعنى اخر ماتشين يعني رميه التماس دي بتترمي، اللعيبه فكه، اللعيبه مش واقفه جنب بعض. رجعت ليله الامتحان بجد بقى يا باشا. لا شغال. لا قول بقى. ده انتوا بادئين بدري، بادئين الخناقه بدري. ايوه. فانت بتتكلم في ان رميات التماس مثلا الكوره كانت في الدقيقه 15 4 ثواني ماتش حرس الحدود. دي كوره كانت كاشفه بالنسبه لي جدا. رميه التماس عاديه قوي بس اللعيبه مش واقفه، يعني مش واقفه في اماكنها، هي بعيده عن بعض، كل واحد بيحسب حسبته، كل واحد في العالم بتاعه. تحس ان دي كانت مشكله الاهلي في الماتشات الاخرانيه. كل واحد في العالم بتاعه، اللي عايز يثبت نفسه واللي عايز يزود عقده واللي عايز ياخد لقب احسن لاعب في الماتش. بس كل واحد في العالم بتاعه، دي معناها ان احنا مش بندافع مع بعض ومش بنهاجم مع بعض. كل واحد بياخد القرار بناء على حالته هو، مش حاله الفريق. وبالتالي دي كانت باينه قوي ان انت عندك رميتين تماس على الاهلي في الماتشين اللي فاتوا عملوا عليك فرص خطره. فدي بتبين قد ايه انت مش كومباكت، انت مش متزن اصلا. فدي بس النقط الرئيسيه. التشكيل بقى شخصيا ممكن نعمل لفه عشان ما ابقاش باخد الكلام لوحدي، وبعد كده اقول لك بقى كل حاجه. الله جينيوس.